السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أعلن سيرجيو راموس نجم منتخب إسبانيا وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي مع الماتادور. وغاب سيرجيو راموس عن المشاركة في منافسات بطولة يورو 2020 إلى جانب كأس العالم قطر 2022 بقرار من لويس إنريكي. وأصدر سيرجيو راموس بيانا رسميا عبر حساباته الرسمية أعلن من خلاله اعتزاله اللعب دوليا قائلا: سأستمر في تشجيع بلادي بكل جوارحي لأنني الشخص الذي نال شرف تمثيل هذا الفريق 180 مرة. أشكر كل من آمن بي ووثق بقدرتي من أعماق قلبي. ووصل حديثه بقلب مثقل: لقد حان الوقت لنقول وداعا للمنتخب الوطني. عزيزنا لاروخا، تلقيت هذا الصباح مكالمة من المدرب الحالي الذي أخبرته أنه لن يعتمد علي، بغض النظر عن المستوى الذي يمكنه إظهاره أو كيف أواصل مسيرتي الرياضية. وأضاف سيرجيو راموس حديثه: مع الأسف الشديد إنها نهاية رحلة كانت آمل أن تكون أطول وأن تنتهي بطعم أفضل، على قدم المساواة مع كل النجاحات التي حققناها مع الأحمر. أعتقد بتواضع أن هذا المسار كان يستحق أن ينتهي بسبب قرار شخصي أو لأن أدائي لم يكن على مستوى ما يستحقه فريقنا الوطني، ولكن ليس بسبب العمر أو لأسباب أخرى شعرت بها بدون أن أسمعها.